مين معايا؟ الو مستر بركات، ازيك؟ انا متابع لكل حلقاتك بس ليا عتاب. انت بتتكلم عن السوق وقصتك والوكلاء، بس احنا اللي عايزين نشتري ونستثمر، عايزين توجيه احنا كمان. بس كده؟ انت كمشتري سواء كنت مستثمر كبير او مستخدم عايز يسكن، اللي يهمني دايما انك تحقق اقصى استفاده ممكنه من قرارك. العقار مش قرار سهل ومش مجرد وحده بس بتتسجل باسمك، ده قرار طويل المدى بيحدد امانك المالي وبيحدد لك مستقبلك وممكن يفرق في حياتك كلها. طب ازاي يا بركات اخلي كل جنيه بدفعه يدخل لي اكبر قيمه ممكنه؟ طب مش لما تعرف انت مين الاول؟ المشتريين انواع، في نوع عايز يحط فلوسه في اصل امن علشان يحافظ على قيمتها مع مرور الوقت، وفي اللي بيدور على شقه او فيلا حابب ياجرها علشان تجيب له دخل ثابت كل شهر، وفي اللي عنده طموح اكبر وعايز يقتنص اكبر عائد استثماري سواء من وحدات فندقيه او اداريه او تجاريه، وفيه اللي معاه كاش فلو قوي عايز يدخل صفقه سريعه النهارده علشان يكسب بكره. باختصار السوق مش قالب واحد، ده مش محل بتدخل تشتري منه ساعه. العقار ليه مليون عامل بيأثر على سعره، اولهم المزاج العام للسوق والاقتصاد والعرض والطلب، وبيجي بعد العرض والطلب سابقه اعمال المطور وتشغيله والبيمنت بلان، وفي حاجات كتير بتيجي بعد كده. كل دي متغيرات، علشان كده المشتري اللي مش فاهم كل التفاصيل دي بيتصدم، بيلاقي نفسه دفع سعر اعلى من غيره او اشترى وحده بره امكانياته او وقع في مشكله اكبر. نفس الوحده ممكن تكون معروضه ب10 اسعار وباكتر من طريقه عرض، وكل واحد بيكلمك بزاويته وبيقنعك ان عنده الصفقه الاحسن. في وسط ده كله صعب جدا تاخد قرار وانت مطمن، وبسبب ان النهارده المعلومات متاحه اكتر من اللازم هتتشتت. وهنا بتبدا الغلطه، انك بتزهق من الصداع ده كله وتاخد قرار متسرع بمجرد انك عايز تخلص، وللاسف بسبب انك مش بتشتري حاجه حلوه للبيت، لا انت بتشتري البيت نفسه. فالخساره مش بتبقى بسيطه ابدا، انت بتخسر وقت وفلوس مستقبل كان ممكن يتنقل في حته تانية بس ما اتنقلش بسبب تفصيله صغيره في قرار كبير. وعلشان الموضوع فيه فلوس ومكاسب حلوه لاطراف كتير، ده اللي بيخلي السوق دايما مليان فرص للخداع. ناس كتير مش مهتمه انك كمشتري تكسب او تخسر، بس هم مهتمين بمصلحتهم، بيستغلوا عدم خبرتك ويدوك دايما وعود براكم وتسهيلات كتير ويقعوك في عقد ما بيخدمش مصلحتك. ساعات المشتري ما يعرفش انه اتخدع لحد ما يكتشف ان الوحده بتاعته قيمتها ما زادتش ومش مطلوبه زي ما اتوعد. الحل دايما موجود في السوق، وهم المستشارين العقاريين. بيبنوا نظام متابعه شفاف مع كل عميل، وبيبقوا بصفه هو ومعاه قبل واثناء وبعد البيع، ومش مجرد توقيع وخلاص. لازم يوفر لك تحليلات عن السوق علشان تفهم انت داخل على ايه الفرص، ايه التحديات، ايه اللي يناسب اهدافك. زي ما قلت لك قبل كده، السمسار بيشوفك عموله والمحلل بيشوفك شريك. انا مؤمن ان العقار افضل وسيله استثمار، لكن لما يتخطط له صح. ليه؟ لانه الاستثمار الوحيد اللي ممكن في نفس الوقت يحافظ لك على قيمه فلوسك ويزود لك دخلك الشهري ويضاعف استثمارك بعد كده. الفرق الوحيد بين العقار الكسبان والعقار الخسران مش العقار نفسه، الفرق في الرؤيه والخطه اللي وراه. اول حاجه تخليك تطمن ان استثمارك الصح يبقى واضح، ما تدخلش اي صفقه وانت مش فاهم التفاصيل من الالف للياء. الارض ملك مين، المشروع وصل لفين، المطور سابق عمله ايه. العقار اللي بتشتريه لازم تعرف قيمته دلوقتي وايه اللي يخلي قيمته يزيد بعدين. لازم يكون عندك صوره كامله مش بس عن الوحده لكن عن السوق حواليها، لان العقار عمره ما بيكبر لوحده، قيمته دايما مرتبطه بالمنطقه وبالمستقبل المتخطط لها. وزي ما بقول لك دايما، السوق هو احتياجك. قبل ما تشتري اي حاجه لازم تحدد هويتك كمشتري، لانك من غيرها هتفضل تلف وسط الفرص من غير ما تلاقي الطريق اللي يناسبك. كون ان انت ماشي بخطه محسوبه ده مش هيخلي الاستثمار بتاعك فيه مغامره، لكن رحله فيها ثقه. بس مع مين؟ ده السؤال، واختيارك اللي بتسمع له ده العامل الاهم اللي هيفرق معاك. والدليل تجارب كتير انا عشتها لناس سمعت واستفادت وناس كتير لا. عايز تتعرف عليهم؟ استنوني الحلقه اللي جايه. انا محمد بركات، الصندوق الاسود للسوق العقاري، وده كان بركات كاست.